بفوت على الانستغرام بلاقي العرب ماسكين بخوانق بعض، بفوت على تويتر بلاقي العرب شادين ببعض. قصدي مين العدو هون؟ نحن ركزوا، كونوا كالبنيان المرصوص، ما حدا بيفرقكم، ما حدا بيفرقكم. اذا هلا بهالمصيبه والكارثه والمجازر ما توحدنا، امتى رح نتوحد؟ اتعظوا. ناس بتفوت على الكومنتس على المشاهير، اللي بيعلق على شعره واللي بيعلق على لبسها واللي بيقول لها انت متبرجه بسببكم عم بيصير فينا هيك. لا، مش بسببنا، مش بسببنا، بسبب ضعفكم، بسبب ضعف العرب، بسبب تفرقتهم، بسبب كرههم لبعض. عم يستغلوا انه نحن بنتفرق من كلمه. اتحدوا، وحدوا الصفوف، عدوكم واحد، عدونا واحد. على شو فايتين عم بتخانقوا بعض يا عرب؟ وحدوا كلمتكم، وحدوا صفوفكم. بتفوتوا عند المشاهير بتتخانقوا معهم، اللي بده يحكي عن القضية، واللي ما بده يحكي جعل عمره ما حكى. بيزيدوا شرف اصلا اللي بده يحكي عن اللي عم بيصير بغزة، هيدا بيزيدوا شرف وبيزيدوا عار اللي ما عم يحكي. بس كل واحد له ظروفه، واتركوهم. ركزوا، ما تفوتوا تتخانقوا مع بعض. وانت هلا جاي تربي الناس على تويتر وعلى الانستغرام شو يلبسوا، شو يحطوا، شو يعملوا، وانت حاطط ساعة وانت مش لابس، وانت متبرجة، وانت ولا تزر وازرة وزر أخرى. حش تقنعوا الناس إنه نحن بسببنا نحن عم بيصير هيك بغزة؟ لا، بسبب ضعفكم وبسبب إنه عمركم ما توحدتوا. هلأ توحدوا وإلا رح يقضوا علينا كلنا.